تعالي بقى اما اقولك النهارده ممكن تعملي بربع كيلو من اللحمه ولفه من الجلاش. ممكن تعملي صنف حلو قوي وطبق حلو قوي وينفع العزومات. عارفين انتوا كده الحاجه لما تبقى مقرمشه كده من بره وفي نفس الوقت جوسي وطريه من جوه ومورقه قوي. هو البوريك التركي بتاعنا النهارده. هقولك على سر الخلطه اللي تخليه بالجمال والحلاوه واللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. يلا نبدأ وصفتنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام زي ما تعودنا. وما تنسوش الصلاة على النبي في الكومنتات. وأهم حاجة الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وهمتكم بقى معايا علشان نكبر القناة سوا. يلا بينا. جبت طاسة وحطيت فيها شوية من السمنة حتة كده من السمنة ونزلت عليها بربع كيلو من اللحمة بتاعي. وقمت مشوحاه كده اللي هو يا دوبك يغير لونه. حطيت شوية من الفلفل الأسود وقلبت اللحمة بتاعتي كده تقلبتين كويسين لحد ما تغير لونها. ونفك كده اللحمة من بعض ما نخليهاش متكتلة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنجيب بصلاية هنبشرها أو نقطعها قطع صغيرة وهنقلب كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين. أنا بحب العصاج بتاعي فلفل أسود وملح ورش واللي هو ورقتين من اللورة بس كده. ما بحبش أحط له أي بهارات تانية. قلبت كله مع بعضه كويس جدا وحطيت له ورقتين من اللورة وكمان حطيت له شوية من الفلفل الأسود. وكده خلاص وهنسيب العصاج بتاعنا على جنب لحد اللحمة بتاعتنا ما تستوي وهنظبط الملح بتاعها. ويبقى كده عصاجنا خلاص. التركاية بقى مش في العصاج، التركاية بقى في الخلطة اللي احنا هنعملوها كده. يلا بينا. جبت بولة حطيت فيها بضاية ورشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح وكوباية كاملة من اللبن زي ما انتوا شايفين. هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا بالمضرب بتاعنا لحد كله ما يمتزج مع بعضه. عايزة البيضة كده تختفي تماما. بعد كده لقيت ان البولة بتاعتي صغيرة فحطيتها في بولة اكبر. مش هتاخد يعني كل المكونات بتاعتي. قمت حاطة ربع كوباية من الزيت عليهم معلقتين كبار كده مليانين من السمنة. يا سلام بقى لو سمنة بلدي او سمنة فلاحي بتاعتنا دي بيبقى طعمها خطير. بعد كده قلبت المكونات دي كويس جدا لحد برضو السمنة ما تسيح والزيت كله يختلط مع بعضه. وبعد كده جبت معلقة كبيرة كده مليانة هرمية من الدقيق وقمت حطاها ومقلبة كل ده مع بعضه كويس جدا. كده الخلطة بتاعتي خلصت هنركنها على جنب. وهنا العصاج بتاعي كان أخد اللون الجميل ده. وبرضو العصاج كده بتاعي خلاص. جبت لفة الجلاش بتاعتنا قمت فتحاها زي ما انتوا شايفين. هاخد منها ورقتين. هاشتغل لكل رول من البوريك ورقتين ممكن انتي تشتغلي 3 عادي جدا. هاجيب الورقتين بتوع الجلاش وهاقوم دهناهم كده كلهم من الخلطة بتاعتي. دهناها كده كلها من الخلطة بتاعتي. هتقولي لي طب في ما بين الورقتين دهنة؟ هاقول لك لأ ممكن تدهني ممكن لأ بس أنا بصراحة أنا ما دهنتش. هاجيب بقى العصاج بتاعي اللي أنا عاملاه وهاقوم حاطاه كده حشوة الحشوة بتاعتي. وهاقوم حاطة عليه حبة جبنة موتزاريلا وطبعا الجبنة الموتزاريلا دي اختياري جدا مش شرط خالص. وهاقوم بعد كده لافة بقية الرول بس بعد طبعًا ما دهنته زي ما انتم شفتوا معايا. وهاقوم حاطاه في الصينية بتاعتي. هاكرر نفس الخطوة تاني زي ما شفتوها معايا في الأول. وبرضه قسمت الورقة على 2 وبعد كده هاحشي الحشوة بتاعتي. زي ما قلت لكم الجبنة الموتزاريلا اختياري وطبعًا الجبنة الموتزاريلا أصلًا اليومين دول ما بقتش فيها المطة كده بتاعة زمان مش عارفة ليه. وهاقوم أنا المرة دي بقى قفّلت من الجناب. وتقفيلة الجناب بصراحة ريحتني أكتر. وبعد كده كمّلت الرول بتاعي ودهنته. وبعد كده خلّصت الصينية بتاعتي كلّها. هاخدها بقى أقطّعها قبل ما أدخّلها الفرن. ودي بالنسبة لي أفضل تقطيعة ليها. بُصّوا، قطّعت الرول الواحد على 3. وبعد كده باقي حبّة من الخلطة بتاعتي قُمت موزّعاه على الرولات دي كلّها. وبعد كده هاميّل البايركس بتاعي عشان كل حتّة ييجي لها من الخلطة دي أو يطولها الخلطة دي. هاحطه بقى في درجة حرارة 200 في الرف اللي في النُص لحد ما ياخد لون من تحت. ولمّا ياخد لون من تحت هنقوم مولعين له الشواية عشان ياخد كمان لون من فوق. وبقى بالجمال ده. طبعًا يتاكل سخن كده وزي ما قُلت لكم بيبقى كده مقرمش من برّه وطري وهش ومورّق أوي من جوّه. يعني بجد طعمه في منتهى الجمال. وزي ما قُلت لكم ينفع عزومات طبق كده في العزومات بيبقى طعمه تحفة. طلعت بقى كده البوريك علشان اوريكم هو قد ايه حلو. وما شاء الله واخد لون عسل كده قمر. بصوا بقى الجمال هو هنا كان سخن فما عرفتش ان انا اوريكم على قد كده. بصوا الجمال مورق جدا وهش جدا وحلو قوي. وبألف هنا وشفا. ويا رب تجربوا الوصفة وتعجبكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس زي ما قلت لكم. وعايزين نكبر صفحتنا شوية.